تعالى اقول لكم النهارده على سر يخلي عيش الصاج ده ليه طعم مميز وليه طراوه، وكمان مختلف عن اي عيش صاج انت بتعمليه في البيت. وهنشوف المكونات اللي هنضيفها عليه واللي هتديله الطعم المميز ده. اول حاجه هنعمل الشاورما مع بعض، عباره عن نص كيلو من الشاورما، عباره عن صدور على اوراق. بنقطعها قطع صغيره وبضيف عليها معلقه كبيره من الزبادي، معلقه صغيره من الكاتشب، معلقه صغيره من المستردة. بقلب كل المكونات مع طبعا فصوص من الثوم. ممكن ان احنا نضيفها، لكن انا هنا استغنيت عن الثوم وحطيت ثوم بودر وملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه وبابريكا، وضفت كمان جنزبيل وقرفه. بقلب كل المكونات مع بعض وبسيبها في التلاجة ربع ساعة لحد ما المكونات كلها تبدأ تختلط مع الفراخ. وببدأ أضيف لها شوية من الخل، وبعد كده بحطها في طاسة سخنة جدا، معلقة من الزيت. وبعد ببدأ أول ما تستوي بضيف لها الطماطم والبصل وكمان البقدونس. خلاص كده بقت تمام. هبدأ أعمل معاكم عيش الصاج. المقادير اللي هقولها معاكم دي مقادير صغيرة، ممكن ان احنا نزود الكمية زي ما احنا حابين. ده عبارة عن 4 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم معلقة كبيرة من الزبدة، وضفت عليهم كمان معلقة من الملح، معلقة من السكر، معلقة من البيكنج باودر، وضفت كمان معلقة من زيت الزيتون او الزيت العادي، وضفت كمان معلقة كبيرة من الزبادي. ببدأ ان انا اقلب كل المكونات الاول مع بعض، وبعد كده ببدأ اضيف المية تدريجي لحد ما تتكون عندي عجينة بتبدأ ان هي تنفصل عن جدار الاناء اللي انا بعمل فيه، وكده بتكون جاهزة. وبعد كده ببدأ ان انا اسيبها لمدة نص ساعة لحد لما تبدأ ان هي تتماسك وتبدأ ان هي تستريح. بقطع العجينة اجزاء صغيرة بعد ما استريحت العجينة، وابدأ اكور كل قطعة من دي الى كورة، وبسيبها برضو تستريح تاني عشان خاطر تبدأ تتفرد معايا بمنتهى السهولة. عايزة اقول لكم انا فردتها بايدي من غير نشابة، في بعضها كنت بفردها بالنشابة، لكن عايزة اقول لكم انا فردتها كده على طول وحطيتها على صينية على النار مقلوبة بالمنظر ده. واول ما تبدأ تعمل فقاعات بقلبها على الناحية التانية بسرعة، وكده بتكون جاهزة. بعمل كل الكمية بالمنظر ده زي ما انتم شايفين، بفردها بايدي واحطها على طول. بمجرد ما بتتفرد بحطها، اول ما بتتحط وتغير اللون بتاعها بقلبها على الجنب التاني، وكده بتكون جاهزة. بعمل كل الكمية بالمنظر ده. وعايزة اقول لكم العيش بيطلع طري جدا وجميل. وببدأ ان انا بعد كده اعمل لكم الصوص اللي انا هبدأ احطه قبل ما احط الشاورما. عبارة عن معلقة من المايونيز كبيرة، معلقة من الكاتشب، معلقة من المستردة، وبحط عليها شوية من البابريكا وشوية من الملح والفلفل الاسود. وحطيت كمان خيار متقطع قطع صغيرة جدا. الخيار ده انا عاملاه بطريقة سريعة، هبقول لكم على طريقته. وبعد كده ببدأ ان انا افرد المكونات واحط الشاورما، وابدأ ان انا اعملها رول بالمنظر ده. هعمل كل الكمية لحد ما اخلص الكمية كلها، وطعمه بيبقى في منتهى الجمال الصوص ده مع الشاورما ومع العيش. وابدأ بعد كده اخلص الكمية كلها. طبعا ممكن اعمل بدل الصوص ده، ممكن اعمل التومية وهقول لكم عليها بعد كده، وهي موجودة عندكم على القناة، عاملاها بالنشا وبتبقى جميلة جدا. بجيب طاسة سخنة بحط فيها معلقة من الزبدة، معلقة من الزيت، بحط كل عيش الصاج وابدأ ان انا احمره، وببدأ بعد كده اقلبه على الجنب التاني لحد لما بيستوي كله. بيتقدم بالمنظر الجميل ده مع الزيتون المخلل وشوية من البقدونس، وكمان الصوص اللي انا عملته ممكن اقدمه كمان معاه مع الخيار، وبيبقى في منتهى الجمال. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله.